كما عارفين ان المغرب سنوات هو كيستثمر في الرياضه خصوصا كره القدم، حتى وصل لهذا الجيل هذا اللي رجعنا كنخلعوا به العالم. ولكن هذا الحسد وهذه الكره ديال الخليجيين غير ما كيزيد ويكبر. فهاد الجلسه اللي كدير قناه الكاس واللي كيكونوا فيها صحفيين، هاد الكويتيين كيتهم المغرب والمنتخب المغربي لاقل من 20 سنه اللي فازوا بكاس العالم الاخيره، قال عليهم ان الاعمار ديالهم ماشي حقيقيه وان المغرب كيزور السن ديال اللاعبين. انتم سمعوا ان المغرب وتونس افضل من البرازيل والارجنتين. مش عمري فيها يا ربي. مين فاز على الارجنتين في النهائي في الشيلي؟ انت الكويت. لا حول ولا قوه الا بالله. متى هذا اي سنه تتكلم؟ هذه السنه المنتخب الاول كاس العالم اقل من 20 سنه. المنتخب الاول انت يمكن مزور. انت يمكن مزور. انا مزور بعد اقل من 20 سنه. يمكن مزور. انا ايش دراني يمكن مزور. يمكن مزور. تزوير. لا تكلمني عن الشباب. الفريق الاول الصغار تزوير. انا حطها. هذا اتهام خطير. هذا تتابع عليه في المحاكم الرياضيه. ما يخالف. اقسم بالله تتابع. انت تتهم الجامعه الملكيه المغربيه بالتصوير. اعمار. اسحب كلامك من السيسي هذا. جمال اسحب كلامك. اسحب كلامك. لا جمال. لحظه اسمعني، انك تتناقش مع فنيا حقك، لكن اسمح لي ما اسمح لك تسيء الى الجامعه الملكيه. لا بالعكس. لا تقل في التزوير. منتخب المغرب اسمح لي. مع المغرب انا اقول منتخبات الشباب الناشئين فيهم تزوير. ما عندنا احنا الكل ما عندنا تزوير. ما قلت المغرب. انا جماعه الرياض. لا انا ذكرت اسمح لي، انا ذكرت بان اخر منتخب فاز باقل من 20 سنه هو المغرب في الارجنتين، على الارجنتين في النهائي، فاز على البرازيل.